السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. العيد خلص. ربنا يجعل الامتحانات والدراسة سهلة ان شاء الله بإذن الله، ويفرحنا جميعا بولادنا. يلا نخش على الأكلة الحلوة قوي 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 بتاعتنا، اللي بتنفع غدا وبتنفع عشاء وبتنفع كمان فطار لو في يوم الأجازة ومتجمعين. يلا حضري معايا الأول، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وحضري معايا كمية البيض اللي انت عايزاها. دي احنا هنستلف كده جزء كده، قطعتين 3 من البسطرمة مع قرن فلفل او نص قرن او فلفل رومي او فلفل الوان براحتك. وهنعمل طاسة بيض كده صغنونة للي بيحبوا البيض المقلي يعني، بس طعمناه بالشريحتين البسطرمة دول يدوله ريحة وطعم جميل. البيض اللي معايا ده بيض بلدي، والاكل ده خفيف يعني ينفع معاكي، مش هيقول لا. فطار ينفع، غدا ينفع، عشاء مش هيقولك لا ابدا. البطاطس دي، ده كيلو من البطاطس انا سلقته بقشره، يعني غسلته كويس جدا جدا وسلقته بقشره مع شوية ملح صغيرين. بعد ما اتسلق بقى وهرسته، حضرت بقى الصينيه بتاعتي العسوله دي، وفيها شويه من زيت عباد الشمس او دوار الشمس زي ما بتقولوا، ومعلقه صغيره من الثوم المفروم ناعم خالص، وحطيت معاها البسطرمه بتاعتي مقطعاها صغير وشايله منها الطبقه الخارجيه للثوم اللي بيبقى من بره، وكمان مقطعه معاها فلفل حامي. هديها تشويحه لحد لما لونها يغير ويفتح. هنزل بعد كده عليها بالبطاطس اللي هرستها ناعمة جدا جدا، وفي نفس الوقت لما بسلقها بالقشرة بتاعتها بتحافظ على الفيتامينات بتاعتها، يعني مش بتنزل كلها في المية. دي حاجة. الحاجة التانية، ما بتبقاش شاربة مية كتير زي اللي احنا بنسلقها وهي متقشرة، وفي ناس بتقطعها مكعبات فبتبقى متقشرة ومتقطعة صغير فبتشرب مية كتير جدا. تيجي تعمليها بقى تلاقيها بمية بزيادة يعني. ايه التوابل اللي هستخدمها؟ ولا اي حاجه، شويه ملح وشويه كمون، ولا ابسط من كده. عايزه اقول لكم قد ايه بتكون خفيفه وريحتها خطيره خطيره بجد، وبناكل منها لحد لما نشبع، وما شاء الله يعني كلنا بنحبها، واي حد جربها ودقها عندي بتعجبه جدا. دي بديل للي مثلا مش هياكل بيض بالبسطرمه، لو حد عنده برد كده زي حالتنا، فبحط البسطرمه وبدخلها مع البطاطس. اضافة تحفة خطيرة، طعم وريحة وكل حاجة. طبعا في طريقة تانية للبطاطس المهروسة، بس ان شاء الله بعملها معاكم في فيديو تاني. جربوا الاكلة دي لو انت مش فاضية، لو مستعجلة، لو زهقانين من انواع الطبيخ، هتعجبكم ان شاء الله جدا جدا. اديتها شكل بس كده بالشوكة، وادي غدانا وعشانا، اتغدينا وتعشينا منها كمان. يا رب تعجبكم، وما تنسوش الدعاء للثانويه العامه. يعني اتمنى تدعوا لهم دايما، كل يوم كده مع كل اذان تدعوا لهم، ربنا يصلح حالهم وينجحهم ويطمن قلوبنا جميعا يا رب عليهم. سلام.